وصف رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء بالتحول الكبير في مسار القضية. وقال العثماني إن هذا الاعتراف تبعته إجراءات عملية كاعتماد خريطة المملكة كاملة غير منقوصة في الإدارات والسفارات الأمريكية. نرحب بضيفنا من الرباط رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني. سيد العثماني، تقول إنه تحول، لكنك بالطبع تابعت ردود الفعل على هذا التحول في مقابل الإعلان عن إعادة العلاقات مع إسرائيل. بدأ هذا التزامن وكأنه صفقة برأي البعض، ما ردكم على ذلك؟ شكرا جزيلا. أولا وقبل كل شيء، معركة المغرب لاستكمال وحدته الترابية وسيادته على صحرائه الآن دامت 45 سنة بعد المسيرة الخضراء، وبالتالي فاليوم نشهد تحول استراتيجي كبير ومهم في مسار القضية. أولا، اليوم عندنا 18 دولة فتحت قنصلياتها في مدن العيون أو الداخلة بالصحراء. هذا لم يكن منذ سنة. كأن هذه الدول وإن كانت تعترف بمغربية الصحراء لكنها لم تكن تخطو خطوات عملية. الآن لم يعد هناك إعلانات من قبل هذه الدول، إنما أعمال على الأرض تكرس سيادة المغرب على صحرائه. وبالتالي فإعلان الذي وقعه الرئيس الأمريكي هو إعلان فعلا مهم جدا بالنسبة للمغرب. طيب، ما الرابط بينه وبين إعادة العلاقات مع إسرائيل، فتح مكتب الاتصال مجددا يعني تسيير خطوط جوية بين إسرائيل والمغرب؟ الدول في بعض مراحل تاريخها تتخذ فعلا قرارات صعبة، لكن المغاربة علاقتهم بوحدتهم الوطنية والترابية ليست سهلة، لأن هذه المعركة استنزفت الجهود، استنزفت الأموال، استنزفت جهود الدبلوماسية المغربية. وبالتالي فاليوم يلوح في الأفق إمكانية خطوة مهمة إلى المستقبل. وبالنسبة لسؤالك، أنا أريد أن أقول بأن جلالة الملك بعد أن كلمه الرئيس الأمريكي حول توقيع الإعلان مباشرة كلم الرئيس الفلسطيني محمود عباس. لماذا كلمه؟ كلمه ليقول له بأن المغرب يضع دائما القضية الفلسطينية في مرتبة قضية الصحراء، وأن عمل المغرب من أجل ترسيخ مغربية الصحراء لن يكون أبدا لا اليوم ولا في المستقبل على حساب نضال الشعب الفلسطيني من أجل حقوقه المشروعة. وأيضا أكد جلالة الملك في المكالمة على أنه يؤكد على ضرورة الحفاظ على الوضع الخاص لمدينة القدس، وأيضا على حماية الطابع الإسلامي للمدينة المقدسة ولحرمة المسجد الأقصى. وبالتالي فالتأكيد على هذه المبادئ من قبل جلالة الملك، أنا لا أقول كرئيس حكومة فقط، هذا جلالة الملك في بلاغ رسمي للديوان الملكي، معنى ذلك أن المغرب عنده توابت في التعامل مع القضية الفلسطينية وسيبقى وفيا لهذه التوابت. نعم. اليوم وغدا. طيب سيد العثماني، أن هذا مهم جدا. قلت أن الدول تأخذ في بعض الأحيان قرارات صعبة، هل كان قرارا صعبا إعادة العلاقات مع إسرائيل؟ لا شك، لأن لهذا تأخر إلى هذا الوقت، لا شك. طيب، لكن أنا أقول لإخواني الفلسطينيين بمختلف فصائلهم أن المغرب القوي الموحد الذي استكمل وحدته وأنهى وأزال هذه الشوكة التي وجدت في قدمه أقدر على دعم القضية الفلسطينية والوقوف مع الثوابت الفلسطينية أكثر. لكن أما إذا كان غارقا في هذه المعركة لم يستكملها
معركة الحفاظ على سيادته على كامل أرضه، فإنه سيكون عاجزا عن أن يقوم بما يريد أن يقوم به لجانب إخوانه الفلسطينيين. وهذا قرار الإدارة الأمريكية بإصدار الإعلان هو بسيادة المغرب على صحرائه فعلا انتصار غير مسبوق، وستتلوه انتصارات أخرى بإذن الله. لماذا؟ لأن الولايات المتحدة الأمريكية هي عضو دائم في مجلس الأمن. الولايات المتحدة الأمريكية هي تصوغ مسودة القرار، مشروع القرار الذي يصوغه مجلس الأمن في قضية الصحراء. الولايات المتحدة الأمريكية نعرف بأنها دولة عظمى في العالم، وبالتالي فكثير من الدول تريد أن تقدم على هذه الخطوة، لكن لم تكن تجرؤ، تخشى. فاليوم ستكون عندها الجرأة. لهذا اعتبرته مع قناعاتها. تحول. لهذا اعتبرته تحول. لكن هل كان هناك نوع من المقايضة هذا مقابل ذاك؟ نحن لا نريد أن تكون هناك مقايضة. لا نريد المقايضة بقضية الصحراء، ولكن الانتصار في هذه المعركة اقتضت الضرورة أن تتزامن وأن تكون مع الانفتاح الآخر. وأنا أقول من موقعي بأن نحن لن نفرح خصوم الوطن بجعل المعركة ونقلها من معركة استكمال الوحدة الوطنية والترابية وترصيد مكتسبات المغرب في هذا المجال إلى صراع وتنابز داخل الوطن الواحد. وقد رأينا كثير من الدول العربية كيف هي عندما تنقل المعركة من معركة وطنية كبرى إلى معركة داخل الوطن كيف تضر مصالح الوطن. طيب أنت سيد العثماني يعني أشرت إلى الثوابت التي أكد عليها العاهل المغربي فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وهو ما كرره في اتصاله مع الرئيس محمود عباس. لكن في المقابل يعني يطرح السؤال: كيف لا يكون ذلك على حساب القضية الفلسطينية، بما أن مسألة العلاقات مع إسرائيل والتطبيع كانت ورقة عربية فلسطينية تتضمنها المبادرة العربية التي أقرت في قمة بيروت؟ على كل حال المغرب لن ينزل أبدا عن مستوى المبادرة العربية. بالعكس، الثوابت المغربية أعلى من المبادرة العربية عموما. وما قلته على القدس الشريف وعلى رفض حتى القرار لما اتخذ ترامب قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، جلالة الملك أرسل رسالة إلى الرئيس الأمريكي وأعلن موقفه أنه يرفض هذا، لأن المغرب يعتبر أن المسجد الأقصى إسلامي، وأن المدينة المقدسة يجب الحفاظ على طابعها الإسلامي. وأيضا دعم الإخوة الفلسطينيين متواتر. وأنا عشت كوزير خارجية وأعرف عن قرب جلالة الملك آنذاك سنة 2012-2013 لما كان هناك الهجوم على غزة، وأرسل جلالة الملك مستشفى ميداني إلى غزة لدعم الشعب الفلسطيني هناك، لأنه هو حبه لفلسطين ودعمه للقضية الفلسطينية شديد جدا. بطبيعة الحال نصرة القضية الفلسطينية هذا شيء حار فيه الجميع، وستبقى هناك مقاربات متعددة حتى بين الفلسطينية أنفسهم، نعم، وبين العرب وبين المسلمين. والمغرب عنده خط خاص، المغرب بقيادة جلالة الملك عنده خط خاص وعنده ثوابت. على كل حال هذه الثوابت التي قلت بأنها رسمية للدولة المغربية، ليست كلام أقوله أنا فقط، رسمية للدولة المغربية، أظن بأنها تطمئن إخواننا الفلسطينيين إلى حرص المغرب بقيادة جلالة الملك على دعم الشعب الفلسطيني وعلى الدفاع عن الحقوق الفلسطينية. شكرا جزيلا لك سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية، حدثنا من الرباط.